السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم فيديو جديد مع تري كودرز بروجرامينج ويب سكول. هنشرح ايه النهارده يا شباب؟ هنشرح حاجة اسمها السويتش ستيتمنت. تمام. ايه هي السويتش ستيتمنت يا باشا؟ بص، السويتش ستيتمنت باختصار شديد جدا 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 وبأبسط الأمور هي بدل ان انت تستخدم if و else if و else كتير. يعني ايه؟ يعني مثلا تعالى نعرفك السنتكس وهي بتعمل ايه الأول. تعالى نعمل مثلا ندخل نعمل أي variable مثلا إذا كان int مثلا p equal 5. لا int p equal 3. اوكي. تعالى نشوف السنتكس بتاعها. بص يا باشا، انت عشان تستخدم switch statement لازم تعرف 3 حاجات. أول حاجة هي السويتش، هي المين ميثود. اوكي. طب تاني حاجة هي البريك، وتالت حاجة هي الكيس، رابع حاجة وهي الديفولت. انت كده هتعرف 4 حاجات مش 3 حاجات. تمام. تمام. دي الحاجات اللي انا محتاجك ايه تعرفها. تمام. تمام. تعالى بقى نكتب السنتكس بتاعنا اهو. switch حلو تو brackets، بعد كده هتدخل الفاريبل اللي هو b. جميل. جميل. كده تفتح تو بريسز بتوعك اهو. بص بقى يا معلم، case 1 اهو. case 1 equal. تمام يا شباب، اهي كيس 1. وبعد كده نكتب بقى ايه الحاجة اللي احنا عايزينها. مثلا كيس 1 مثلا console write line محمد. تمام. تمام. بعد كده لازم تستخدم البريك. البريك هنا بيوقف ان هو يدخل على الشرط التاني. يعني ايه؟ يعني انت لو ما حطيتش بريك هتلاقي الشروط كلها داخله في بعض. انت ما وقفتش الشرط الاول اصلا. انت فاهم؟ تمام. تمام. هندخل على كيس 2 اهو. تروح كاتب كيس برضو كده، تروح كاتب ان هي الشرط التاني دي كده اهو. تمام. console دوت رايت لاين مثلا احمد. بعد كده لازم تحط البريك اهو. انت اصلا لو خدت بالك، تعال نشيل البريك كده. بص، مديك ايرور اصلا. ليه؟ قالك ان الايرور هنا هو control cannot fall out. control cannot fall out of switch from final case label. يعني ايه؟ تعال ندخل على رقم الايرور في مايكروسوفت اهو يا باشا. قالك ان الكنترول cannot fall out of switch from final case label. This error occur when the last case or default case of a switch statement doesn't end with a jump statement such as break, return or throw. بريك هي هنا بتفصل الشرط، بتفصل الستيتمنت خالص. ريتيرن هنا انت لما يعني تقول له مثلا في كيس 1، لو هو بجد كيس 1 هتعمل console دوت رايت لاين مثلا محمد وتريتيرن بقى الفاليو اهو. قالك هنا ان الكومبايلر ايرور ورقم الايرور. هنا بقى قالك ان to be resolve the error تحط يا بريك يا ريتيرن يا throw new exception، ان انت ترمي اكسبشن جديد، وهنتكلم عن الاكسبشنز قدام باذن الله. بس فده رقم ايه الاكسبشن. تمام. فانت لازم تحط يا بريك يا ريتيرن يا اسمه ايه ده يا تعمل ثرو الاكسبشن. طب ايه الفرق بين التلاتة؟ احنا طبعا هنتكلم على التلاتة بالتفصيل قدام، بس بعد ما نخلص ايه احنا بنمشيها واحده واحده. هتعمل بقى كيس 3. احنا طبعا مدخلين اصلا ايه 3 كيسز، وتكونسول دوت رايت لاين بقى ايه اي حاجه بقى، اي اسم خالد مثلا. تمام. تمام. وتعمل بريك
اهو. طب احنا متفقين ان السويتش ستيتمنت هي بدل ايه؟ هي بدل ان انت تعمل else و if else كتير و else كتير. طب انت هتعمل ايه بقى يا باشا؟ طبعا انت عارف ان if و else و else if بيبقوا لازم يتحط else، ان لو الشرط ده ما اتحققش لازم تحقق الشرط اللي هو الالس، مثلا ان انت تقول له لو مثلا عمري اكبر من 5 سنين اطبع لي محمد في الكونسول. طب انت لو عمرك اكبر من 5 سنين تقول له بقى تحط الشرط ده في الالس، وتقول له مثلا ايه اطبع لي اي حاجه بقى، مثلا لا العمر اصغر، العمر اكبر، العمر مش مناسب، انفاليد داتا، اي حاجه. الديفولت هنا بتساوي الالس في الاف ستيتمنت. تمام، الديفولت هنا بتساوي ايه؟ الالس في الاف ستيتمنت اهو. نخليها بس بشكل منظم اكتر. تمام تمام. انت كده الشرط على فكره بتاعك اتحقق، البي اتحققت في الشرط الثالث ان هو هيعمل كونسول دوت رايت لاين ايه، هيطبع في الكونسول ايه، هيطبع خالد في الكونسول. تعال نشوف كده اهو يا باشا، زي ما انا قلت لك هيطبع لك ايه؟ خالد في الكونسول. تمام تمام. طب تعالى نطبق بشكل فعلي اكتر. يعني ايه بشكل فعلي اكتر؟ تعالى نعمل بلوك اوف كود يطبق بشكل فعلي اكتر. يعني ايه؟ يعني يا باشا هتقول له هتعمل variable من نوع السترينج. اوكي اوكي، ادي string اكنك بتعمل مثلا ايه اب بقى، وتقول له الرول وتحط جواه admin. تمام تمام. هتروح بكل بساطة تعمل السويتش ستيتمنت بتاعتك، وهتختار ان انت تحط فيها الفاريبل رول، وتقول له بقى يا باشا ايه الكيس الاولى. الكيس الاولى اهو لو هي admin. تمام، قول له console to write line welcome admin and break. طب كيس اليوزر، طب اقول لك على حاجه ممكن نعملها بشكل فعلي بقى اكتر. ايه بقى الشكل الفعلي الاكتر؟ بص يا عم، تكتب له ايه؟ please enter your rule. تمام تمام. وبعد كده console string rule console dot ايه read line. تمام، انت هتقرا بقى. حلو. قال لك لو دخلت له admin welcome admin. طب كيس ان انت دخلت له ايه؟ ان انا كيوزر هتقول له welcome user اهو. طبعا انت هنا هتدخل حاجات انت تبقى محتاجها من الادمن ومن اليوزر، بس انا بعملها لك بشكل ايه مبسط اكتر اهو ويلكم يوزر. بعد كده البريك بتاعنا الجميل. تمام، اوعى تنسى السيمي كولون. طب ديفولت بقى، نستخدم الديفولت هنا اهو. ماشي، هتقول له ايه؟ لو الديفولت احنا اتفقنا لو ديفولت بتبقى بتساوي معانا else. ديفولت console dot write line اهو invalid data اهو، وتروح عامل البريك بتاعتك الجميلة. جميل جميل. تعالى كده نوقف الكود اللي فوق. تمام، ونشوف الكود ده هيدينا ايه. في ايرور ليه؟ في ايه؟ ماشي. اوكي اوكي. تعالى كده نشوف. بليز انتر يور رول. هقول له ان انا ادمن ويلكم ادمن اهو، اختار على طول. طب ممكن نعمل حاجة تاني. نعمل ايه؟ ان هو ممكن بدل ما يبريك يريتيرن. نجرب ونشوف. ريتيرن كده. عايز افهمك برضه اهو. ادمن هيعمل ايه لما ندوس ويلكم ادمن ورجعني؟ طب ليه؟ ما طب ما انت هتقول لي دلوقتي الله،
طب ما هي البريك، يعني ايه الفرق بقى بين البريك والريتيرن؟ هقول لك ان الريتيرن بترجع لك قيمة، بترجع قيمة غير البريك. البريك بتقفل. يعني ايه بتقفل؟ زي ما انت مثلا كده بتكتب مثلا حاجة في كشكول، وفي فاصلة مثلا في نهاية للصفحة، دي البريك، نهاية الصفحة، بتدخلك على نهاية الصفحة عشان تبدأ في سطر جديد. طب انت لو ما فيش نهاية صفحة، ما انت هتقعد بقى مكمل بقى في السطر كله. طب ما انت لما تكمل في السطر كله الدنيا كلها تدخل في بعض، اكنك مثلا بتكتب درس كامل او بتكتب كتاب كامل في سطر واحد. طب ازاي؟ طبعا هيحصل ايرورز وهيحصل حاجات بشعة. طبعا يعني مش عايزين ايه نتغلغل في الموضوع اكتر من كده عشان هنشرحهم اصلا بالتفصيل قدام. اوكي. طبعا انت عارف ان السويتش لازم ايه يدخل فيه بارامتر. تمام. بس هو ده كان اختصار الشديد جدا للسويتش ستيتمنت. فبس كده، ده اختصار شديد جدا للسويتش ستيتمنت، ان انت بتستخدمها بدل اف، او تعمل اف ستيتمنتس كتير، بتختار السويتش. طبعا هيبقى فيه حاجات اكتر بتدربك على السويتش والحاجات دي كلها مع بعض، بس هتبقى قدام باذن الله، عقبال لما ناخد كل حاجه ونخلص الكورس باذن الله على خير. بس وده كان السويتش ستيتمنت في فيديو في الفيديو بتاعنا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم تريو كودرز.